لجنة المراقبة ضبطت لحوما فاسدة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار لهذا اليوم. قبل ما نبدأ في التفاصيل ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. نخليكم مع التفاصيل. ضبطت اللجنة المحلية لمراقبة الأسعار والجودة والنظافة صباح اليوم الثلاثاء لحوما فاسدة بأحد المجازر بمدينة بني أنصار التابعة ترابيا لإقليم الناظور. وذكر مصدر موثوق أن اللجنة خلال عملية لمراقبة الأسعار والجودة بمختلف محلات المدينة قامت بمعاينة مجموعة من اللحوم عند مجزرة معروفة لتكتشف عدم صلاحيتها. وقامت اللجنة على الفور بحجز جميع اللحوم الفاسدة إضافة إلى الكفتة ورؤوس أغنام وأحشائها هي الأخرى انتهت مدة صلاحيتها بالمجزرة ذاتها. ووفقا للإجراءات المعمول بها قامت اللجنة بتغريم الجزار حسب المخالفات التي سجلت ضده، كما قامت بإتلاف كافة المحجوزات وإحراقها. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.